النادي الاهلي يا جماعه، عشان بس الناس اللي بتتكلم كتير الاهلي بيجيب فلوس منين، ده رؤيه وده تخطيط وده فكر وده شغل. عشان كده الشركه دي كان النادي الاهلي الانتقالات والسفريات، تذاكر الطيران والاقامه والانتقالات، كل ما يخص كل النادي الاهلي، كل فرق النادي الاهلي. الشركه دي كنا احنا بندفع الكلام ده لشركه بعض شركات السياحه. عملنا شركه عشان الفلوس دي بدل ما ندفعها لشركه تخش شركتنا احنا، ويكون هناك عائد تاني، وتقوم الشركه بخدمات اخرى للاعضاء النادي والجماهير النادي. ده امر يدعم هذا الموضوع. مجلسين الاداره سلموا بعض، والمجلسين بيشتغلوا. النادي الاهلي يبني استاده او مدينه رياضيه من غير ما النادي الاهلي يتكلف جنيه واحد. هي دي الشركات وهي دي الامور اللي بتدعم النادي الاهلي. طبعا شركه الكره، شركه الاهلي لكره القدم، اللي ليها دور كبير جدا جدا في دعم موارد النادي من خلال كره القدم. من الحدث اللي احنا فيه النهارده، الحدث والتجمع اللي انا شايفه في مكان تاريخي زي ده، كويس، ده فكرته ايه ورؤيته ايه؟ ما دي مش الرعايه بتاعه الاعلانات والدعايه ومش، لا، ده فكر تاني، ازاي يعملوا امور تجذب للنادي الاهلي موارد ماليه اخرى. هو ده، وعندهم افكار كتير واطلعونا عليها كمجلس اداره، انهم ليهم ادوار جايه. النادي الاهلي مش زي الناس فاهمه. النادي الاهلي عنده فلوس وعنده، مش كده خالص. النادي الاهلي اكتر هيئه او مؤسسه رياضيه في مصر بتصرف، مصروفاتها كتير جدا، فمحتاجه ايرادات كتير جدا عشان تغطي المصروفات دي.